يا صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا النهارده هنعمل مع بعض مقرمشات طعمها حلو جدا وسهله وسريعه بدون دقيق، كمان بدون زيت او زبده. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. طبعا هي مقرمشات مالحه، ممكن كمان نعتبرها زي الشيبسي كده. ان شاء الله تعجبكم. لو اول مره تشوفوني انا زينب، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. عندي كوبايه عدس اصفر حوالي 140 جرام، هسيبهم منقوعين، نحط عليهم ميه واسيبهم منقوعين لمده 12 ساعه، او ممكن من 4 ساعات ل 12 ساعه، وممكن طول الليل. وهسيبهم في التلاجة متغطيين. انا سبتهم منقوعين ليله كامله، وبعد النقع هيبقى ده شكلهم. العدس بقى بتاعي اللي نقعته شطفته كويس جدا وصفيته من الميه، وهبدا بقى احط عليه التوابل. نص معلقه صغيره من الكركم ونص معلقه صغيره من البابريكا، وحطيت كمان رشه فلفل اسود ورشه ملح. وهنا حطيت ريحان مجفف، ممكن تحطوا زعتر اوريجانو او ممكن اي نوع توابل انتوا بتفضلوه. وهحط كمان شريحه من البصل وفص من الثوم. كمان هنا معلقه ونص كبيره من صلصه الطماطم العاديه اللي هي البيوري بتاع الطماطم. وعندي هنا كوبايه الا ربع ميه اللي هما 180 ملي. المواد دي بالهاند بلندر، او طبعا ممكن تحطوهم في الخلاط كلهم. وبعد بقى ما اخلط المواد كويس جدا، هجيب صينيه عندي حاطه فيها ورق زبده، ودهنه برضو ورق الزبده مسحه خفيفه من الزيت عشان بس ما تلزقش او اي حاجه، واحط بس فيها خليط بقى اللي احنا عملناه ده. ابدا بقى افرد الخليط بتاعي هنا على الصينيه. طبعا كل ما الصينيه تكون اكبر كل ما تبقى احسن، عشان تبقى الطبقه بتاعت المقرمشات تبقى ارفع. وهنا بس استخدمت ورق زبدة عشان افرد بيه كده، عشان اتأكد ان الطبقة بتاعتي متساوية. ودخله بقى فرن ساخن مسبقا على 180 درجة. قعدته في الاول ربع ساعة كده لغاية ما الاقيه نشف شوية. وبعد كده بقى هبدأ اقطعه بالحجم اللي انتوا عايزينه، والشكل كمان اللي انتوا عايزينه. وبعد كده بقى هبدأ ادخله تاني الفرن، وهسيبه بقى في الفرن برضو من ربع ساعة لتلت ساعة، لغاية ما يقرمش معايا. وده شكله بعد ما طلع من الفرن، قد ايه مقرمش. وكمان طعمه جميل جدا. ان شاء الله يعجبكم. وهستنى رايكم في التعليقات، وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربوا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها اول باول. باي باي.